السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي. أنا عبير. لو بتدوري على طريقة أجنحة دجاج مشوية بطعم غني وتتبيلة مميزة يبقى الفيديو ده علشانك. تابعي معايا خطوة بخطوة وشوفي السر في الطعم والتسوية المظبوطة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ، بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. بسم الله. معايا 2 كيلو من أجنحة الدجاج أو الفراخ. هبتدي أقطع الجزء اللي انتوا شايفينه ده لأنه مش بيبقى كويس وضروري نتخلص منه، وهشيل اي زيادات في الاجنحة، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. ودي اجنحة الدجاج بعد ما اتخلصت من الاجزاء الغير مرغوب فيها. ودلوقتي هنحضر محلول النقع علشان ننقع فيه الاجنحة. في بولة فيها 1.5 لتر من المية هضيف معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من السكر، و3 معالق كبار من الملح، وعصير ليمونتين كبار، و3 ورقات لورا، وهخلطهم مع بعض واضيف اجنحة الدجاج واسيبها في محلول النقع ربع ساعة، وبعدين هغسلهم كويس جدا، وبعدين هصفيهم من المية وانشفهم تماما. ويلا بينا نحضر التتبيلة المميزة اللي هنتبل بيها الأجنحة. في بولة هضيف 3 معالق كبيرة من الزبادي، ما يعادل علبة زبادي صغيرة. هضيف عليهم فصين من الثوم المهروس، وعصير ليمونة كبيرة، ومعلقتين من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من المستردة، و5 معالق كبيرة من الزيت، ومعلقة بهارات فراخ، ونص معلقة توم بودر، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة بابريكا مدخنة أو بابريكا عادية، ونص معلقة من الكركم، ونص معلقة جنزبيل بودر، ومعلقة من الكاري، ونص معلقة فلفل أسود، ومعلقة ونص كبيرة من الملح بس ما تكونش مليانة أوي وهرمية. ولو في أي حاجة من البهارات مش موجودة اعملي بالمتاح عندك. هخلط المكونات مع بعض، ونسيت أضيف معلقتين كبيرة من الصويا صوص، هضيفهم دلوقتي لو متوفر عندك، بس بتودي التتبيلة في حتة تانية خالص. هخلطهم مع بعض كويس، وهبتدي أضيف الأجنحة واتبلها واخليها تتشرب كلها من التتبيلة. ريحة التتبيلة تحفة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بعد ما تبلتها هغطيها بالبلاستيك راب وهدخلها التلاجة. هتقعد في التتبيلة 10 ساعات، ممكن تسيبيها ليلة كاملة، وأقل وقت ساعة. وكل ما بتقعد في التتبيلة الطعم بيبقى أقوى. وده شكلها بعد ما سبتها في التتبيلة 10 ساعات. في صاج ألمونيوم أو صينية مش مدهونة أي حاجة هبتدي أرص الأجنحة زي ما انتوا شايفين. هرصهم بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. وده شكلهم بعد ما رصيتهم. هبتدي اخد من التتبيلة اللي اتبقت معايا في البولة وادهنهم بالفرشة زي ما انتوا شايفين، وهدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 240 على الرف الوسط، وهتقعد من ساعة الا ربع لساعة على حسب درجة حرارة الفرن عندك. وفي اخر 10 دقايق هشغل عليها الشواية علشان تاخد لون شوية، وعلشان تعرفي هي استوت ولا لا هتختبريها بسكينة او بشوكة. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شكلها وريحتها تحفة اللهم بارك. نقلتها في صينية تقديم علشان اقدمها معاكم، وهقدم معاها سلطة طحينة. هتلاقوا طريقتها موجودة في القناة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. طعمها حرفيا تحفة، لازم تجربوها بنفسكم بإذن الله علشان تعرفوا الطعم. بما ان احنا في اخر الشهر ممكن تجيبيها وتجربيها، مش مكلفة، وممكن تعملي جنبها رز اصفر وسلطة الطحينة وهتبقى وجبة متكاملة. انا عن نفسي بحب اكلها مع العيش وسلطة الطحينة. في النهاية اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وهستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة وعجبتكم قناتي تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتنا الجاية بإذن الله. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.